أهلا وسهلا فيكم متابعينا الأعزاء. بنتمنى من الله تعالى أن تكونوا بصحة وعافية. اليوم رح نعمل وصفة مربى المشمش. أنا اخترت لهالمربى المشمش الحباية الفرنسية. في أنواع كثيرة للمشمش. الحباية الفرنسية بتعطي طعمة حمضية وبتعطي طعمة طيبة للمربى. بس ننتهي من المربى بنقدر نقسمه على مطربانين، واحد بنحطه بالبراد للاستخدام السريع، وواحد بالفريزر بنقدر ايمت ما بدنا لو سنة وأكتر بالفريزر نستخدمه، ما بيصله شي أبدا بالفريزر. قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس التنبيهات ليصلكم كل شي جديد. طريقة العمل كتير سهلة وبسيطة. هالحبات المشمش بنغسلن مننظفن ومننشفن، ورح ناخدن نقسمن لقطعتين. رح نشيل العجوة اللي بالنص وهيك لحتى تخلص كمية المشمش كلها اللي معنا. بعد ما خلصنا قسم المشمشات، عندي كيلين مشمش رح احط لهم كيلو ونص سكر. كل كيلو مشمش 3/4 كيلو سكر، او لاحظوا حجم المشمش قد حجم السكر. يعني بنقدر ناخد حجم الوعاء اللي فيه المشمش قد حجم الوعاء اللي فيه السكر، اذا ما بدنا نستخدم الميزان. هلا بنخلط حبات المشمش مع السكر هيك لحتى تخلص كمية المشمش وكمية السكر. نرجع نذكر، كل كيلو مشمش بياخد 3/4 كيلو سكر. خلصنا الإضافة رح نخلطه كويس ورح نتركه لتاني نهار. منعيفه بالمطبخ بحرارة المطبخ، أو منقدر نحطه بالبراد، ما في مشكلة أبدا. بس شرط كل شوي بدنا نحركه، يعني مقدار كل ساعة نرجع نفتح ونحركه. هلا هيك بدينا نحركه. لاحظنا هي تاني نهار تقريبا ده بالسكر كله بالمشمش. هلا بدنا نصفي المرقة المشمش. عزلنا المرقة عن حبات المشمش. طريقة العمل واضحة كتير بالتصوير. هلا رح نحط المرقة ونغليها. رح نضيف لها معلقة صغيرة ملح الليمون وننتظر لحتى تغلي مرقة المشمش.
بلش يتشكل على وجهه رغوة بيضة. هالرغوة البيضة يفضل إنه تنشال قدر الإمكان، قد ما بنقدر نشيل منها، المفروض ما تبعد. نزلنا حبات المشمش لحتى يغلي. كمان الزغبر الأبيض، الرغوة البيضة بدنا نشيلها. يعني بياخد له وقت 10 دقايق ربع ساعة ليغلي، مع انه هي مرقة المشمش غالية، بس بده وقت. لاحظوا كمية الرغوة البيضة شلون خفت. هلأ بعد ما غلى وانتهى شي 10 دقايق بعد ما يغلي، قلبناه بوعاء كبير مثل صينية كبيرة. ملاحظين اختفاء الرغوة البيضاء. هلا هاي الصينية نحطها بالشمس، إذا شمس حدة بكفي يوم واحد. هلا هون هي عم نحركها بالشمس بعد ما حطيناها يوم واحد، وهيك بتكون خلصت وصفتنا اليومة. هاي المربى المشمس صار جاهز، وبتكون حلقتنا شارفت على النهاية. إذا حبيتوا محتوانا لا تنسوا تتابعوا مطبخ فانيلا سويت، وتشوفوا شو راح يظهر لكم فيديوهات عزوية اليمين وعزوية اليسار.